هل سبق وأن صادفت شخصا يتحدث باستمرار عن الأموال والمشاريع والسفر والسيارات الفاخرة، ويظهر نفسه وكأنه يعيش حياة مليئة بالنجاحات والرفاهية، لكن بعد مدة تكتشف أن الواقع مختلف تماما، وأن كثيرا مما كان يقوله مجرد مبالغات أو ادعاءات؟ هذه الظاهرة أصبحت منتشرة أكثر مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا تعني بالضرورة أن كل شخص يعرض نجاحاته يكذب، فهناك أشخاص ناجحون فعلا، لكن يوجد أيضا من يصنع صورة لا تعكس واقعه الحقيقي. هذه الظاهرة أصبحت منتشرة أكثر مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهي لا تعني بالضرورة أن كل شخص يعرض نجاحاته يكذب، فهناك أشخاص ناجحون فعلا، لكن يوجد أيضا من يصنع صورة لا تعكس واقعه الحقيقي. من الناحية النفسية، قد يكون السبب الأول هو الحاجة إلى الشعور بالأهمية، فبعض الأشخاص يربطون قيمتهم بما يملكونه، لذلك يحاولون إقناع الآخرين بأنهم أغنياء أو أصحاب أعمال كبيرة حتى يحصلوا على الإعجاب والاهتمام. وهنالك سبب آخر، وهو الخوف من نظرة المجتمع، فبعض الناس يعتقدون أن الفقر أو الفشل سيجعل الآخرين يقللون من احترامهم لهم، فيلجؤون إلى اختلاق قصص عن مشاريع أو صفقات أو أرباح لم تحدث أصلا. كما أن المقارنات المستمرة مع الآخرين تلعب دورا كبيرا. عندما يرى الشخص أشخاصا ناجحين ينشرون صورا عن السفر والنجاحات والإنجازات، قد يشعر بأنه متأخر عنهم، فيحاول تعويض هذا الشعور بصناعة صورة تبدو ناجحة حتى لو كانت بعيدة عن الحقيقة. وفي بعض الحالات قد يبالغ الشخص في الحديث عن إنجازاته حتى يقنع نفسه قبل أن يقنع الآخرين، فمع تكرار الكذب يبدأ أحيانا في تصديق الصورة التي رسمها لنفسه، ويصبح من الصعب عليه الاعتراف بحقيقته. كما توجد حالات يستغل فيها بعض الأشخاص هذه الصورة المزيفة لتحقيق مصالح شخصية، مثل كسب ثقة الناس أو الظهور بمظهر الخبير أو رجل الأعمال. وقد يعتمد البعض على مصادر دخل غير مشروعة أو على استغلال الآخرين، بينما يحاول إظهار الأمور وكأنها نتيجة نجاح كبير، لكن هذا لا يعني أن كل شخص يبدو ثريا يفعل ذلك. لذلك لا يجوز التعميم أو اتهام أي شخص دون دليل. المشكلة أن الكذب يحتاج دائما إلى كذبة أخرى حتى يستمر، وكلما كبرت القصة أصبح الحفاظ عليها أصعب. ومع مرور الوقت قد تظهر التناقضات، وعندما يفقد الشخص ثقة من حوله هي خسارة يصعب تعويضها. وفي المقابل النجاح الحقيقي لا يحتاج إلى استعراض